السلام عليكم المتتبعين الاعزاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه سناء بليس. الفيديو ديال اليوم غيكون عباره عن غريبه ديال النخاله رقيقه او الحمامر بالمكسرات. كتجي رائعه بنينه، والاهم انها صحيه. كتصلح للناس اللي كيعانيوا من القولون العصبي او المصران او سوء الهضم. غزاله بنينه عن تجربه شخصيه. نبداو على بركه الله بالمقادير. ناخذ زلافه ديال اللوز وقرقاع محمرين ومطحونين، زلافه ديال سنيده، زلافه ديال الزيت، 2 معالق صغار ديال مربى المشمش الجاري، قشره ديال حامضه محكوكه، زلافه الكوك، ملح، 4 البيضات، 2 ساشيات ديال فاني، 2 خمارات حمر او بيكين باودر، والحمامر او النخاله الرقيقه محمره في الفرن. في قصريه غادي نبداو على بركة الله، نوضعوا فيها البيض، 4 البيضات، وغادي نضيفوا قليل من الملح لتصحيح الذوق باش تجينا بنينه، وغادي نضيفوا زلافه ديال السكر. على فكره نفس الزلافه باش نعبروا العناصر كامله. 2 ساشيات ديال فاني او خماره بيضاء، غادي نخلطوا غير بالخلاط اليدوي جيدا، وغادي نضيفوا زلافه ديال الزيت مع الخلط دائما، قشور حامضه محكوكه، وغادي نخلطوا. غادي نضيفوا 2 معالق صغار عامرين ديال المربى الجاري ديال المشماش ديال الخاص بالحلويات، وغادي نضيفوا زلافه ديال المكسرات ديال اللوز وقرقاع محمرين ومطحونين. ممكن هنا تستعملوا من غير اللوز وقرقاع، ممكن تستعملوا الكاوكاو او اي نوع المكسرات عندكم. انا مجرباها باللوز وقرقاع كيتجي احسن مذاق رائع. غادي نخلطوا هكا جيدا حتى تنسجم لينا ديك العناصر فيما بعضها، وغادي نضيفوا زلافه ديال الكوك، غادي نخلطوا جيدا حتى تنسجم لينا هاد العناصر فيما بعضها. وغادي نحاولوا نجمعوا بالحمامر اللي كنكونوا ديجا حمرناهم في الفرن وتكون بارده. صافي غادي نبداو العبار بالزلافه الاولى. غادي نضيف الزلافه الاولى وغادي نحاول ندلك هذيك العناصر حتى ما تبقاش تبان ليا الحمامر. عاد نضيف الزلافه الثانيه نفس الشيء، عاد نضيف الزلافه الثالثه، لان هاد غريبه تتبغي الدليك جيدا. صافي حتى ما تبقاش تبان لينا هادوك الحبيبات ديال النخاله الرقيقه. غادي نضيف 2 خمارات بيكين باودر او خمارات حمراء، وزلافه الثالثه غادي نحاول ندخلها تدريجيا في مع الخليط حتى تجمع لينا العجينه. خاصها تكون رطبه ما تكونش قاصحه. نضيفو تدريجيا وحنا كندلكو وهي كتجمع لينا حتى نحصلوا على قوام ديال الغريبه اللي تبدا تجمع لينا في اليد. حيت الا كثرتو بزاف هذيك النخاله اكثر من القياس اللي عطيتكم ما غاديش تجمع ليكم، غتبقى تفرتت ليكم في اليد. تبعوا المراحل اللي قلت لكم حتى لاخر الفيديو باش تنجح معاكم، باش تجي معاكم رائعه ومشققه. صافي انا كملت هذيك الزلافه، دابا 3 الزلايف وغادي نشوف واش راها صافي او لا نزيد واحد الرشيشه هكا باليد. صافي كنبقى ندلكها جيدا. مازال خاصه شويه، غادي نزيد لها واحد الرشيشه غير ما يهزوا ليا الصبعان، غير واحد شويه.
صافي، وغادي نحاول نجمعها. صافي، هذا هو القياس ديال الحمامر. صافي غادي نشوفوا واش تجمعات. ها هي كتجمع، يعني ما كتتفرتتش. صافي غادي نحاولوا نغطيوها بواحد المنديل، غادي نخليوها ترتاح واحد 5 دقائق على ما نوجدوا السكر كلاصي والماء الزهر. في زلافه غادي نديروا الماء الزهر وغادي نديروا السكر كلاصي سبيسيال. اللي ما عندوش سبيسيال يدير سكر كلاصي العادي ويضيف له نص كاس ديال النشا وخماره حمراء مغربلين جيدا ويستعملهم. صافي كناخذوا هنا ندهنوا يدينا بالماء الزهر وكنشكلوا من العجين غريبات القياس اللي بغيتوها غريبه صغيره كديروها، بغيتو غريبه كبيره كديروها. انا المهم كندير هذا القياس هذا مولفه عليه، كتجيني نفس القياس ورائعه. صافي كنحاولوا نكوروها هكا بين يدينا وفي السكر كلاصي، وفاش كنساليو كنديروا فوقها واحد شويه ديال السكر كلاصي في الوجه ديالها، عاد كنحطوها في لاطه مدهونه بالزيت او تحطوها على ورق السيلفيغيزي. انا اللاطه ما كتلصقش ليا، صافي كنديرها مباشره. صافي من بعد ما ساليت الغريبات صافي كنضغط عليها بالابهام ديالي في الوسط او بالظهر ديال معلقه صغيره باش كتساعدها على باش تشقق. صافي غادي نسخنوا الفرن على يكون سخون جيدا، وغادي نقصوا له النار على نار مهيله، وغادي نطيبوها طياب البهله، يعني طيب على الوجه ديالها، عاد نكملوا لها الطياب الفوق. وعلى فكره ما كتبغيش طياب بزاف، الماكسيموم ما بين التحت والفوق 10 دقائق، وتبقى في اللاطه هكا حتى تبرد. هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجتها من الفرن، كتجي مشققه مفقعه. شوفوا كي كتجي المنظر ديالها رائع ومذاق ما نقولش لكم بنينه بشهاده الجميع اللي كلاها عندي كتعجبو. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا ديال اليوم. من بعد ما بردات في اللاطه جيدا عاد هزيتها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ديروا لي لايك، تعاليق المحفزه، اشتراك اللي مازال ما مشترك في القناه يشترك معايا، هذا فضلا منكم وليس بامر، وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الفيديو الجديد اللي كنلوحو يبدا يبان لكم في الشاشه عندكم. وشكرا على المشاهده.